السلام عليكم، اهلا وسهلا بيكم في فيديو جديد من فيديوهات قناتنا افتكاسات البيت المصري. النهارده جايه معاكم اوريكم المشتريات اللي احنا اشتريناها من فتح الله. مشتريات اخر الشهر كده، يعني حاولنا ان احنا ما نكترش بقى من المصروف وكده. يلا بينا بقى بدون رغي كتير نبدا ونشوف ايه اللي معانا. اول حاجه جبت ده ده فان فشار. كان واحد وعليه واحد هديه، فكان فكرته حلوة قوي. يعني هو اصلا الواحد ب7 جنيه، فكده الواحد واقف ب3 جنيه ونص. جبت منه 3 عروض. قلت بقى ساعات بعمل حفلة كده فشار وفيلم كده لذيذ، فقلت ممكن يعني اجيبه، خصوصا ان هو بأطعمة وكده. في بطعم الفلفل الحلو ده، وده بالملح، وكان في بالشطة والليمون. دي ال3 أطعمة بتاعتنا. وبما اننا 3 افراد فجبت 3 عروض، كل واحد كده عرض. تمام، ده اول حاجة. تاني حاجة خلينا بقى في قسم كده الحلويات. الفوكس ده اللي هو بطعم الفلفل الحلو ده، العرض ال3 دول ب10 جنيه بدل 15 جنيه. فيه وفر 5 جنيه. وانا كمان مش بحب الشيبسي الكبير قوي، عشان طبعا انتوا عارفين الشيبسي مضر والحاجات دي كده مش حلوة. فعشان كده يعني جبت الصغير. تمام، فده كده ال3 ب10 بدل 15، وفر 5 جنيه. وده برضو ال3 كده ب21، بدل بقى ضعف الرقم بدل 42. فطبعا وفر كويس جدا. نبدأ تاني حاجة، عشان دي بقى حاجة لوحدها كده، اللي هو فاين سمارت اللي هو الورق تواليت اللي هو المضغوط. دول 6 مع بعض. بدل 82 هنشيل منهم 27. 8 2 6 يبقى 55 جنيه. ده عامل 55 جنيه. هما كاتبين بدل 82، معرفش يعني مبلغ كبير قوي، بس هو 55 سعره كويس، لان اقل سعر ليه بيبقى 60، فهو 55 كده حلو. تمام، نبدأ بقى بالمكرونة. زي ما انتم شايفين مكرونة لمبتنا. انا جايبة حاجات كيلو وحاجات 400 جرام. اول حاجة 400 جرام هي معلهاش خصم كبير، يعني هي ب13 ونص بدل 15. هي مكتوب عليها 15، مش عارفة فين اهو مكتوب السعر 15 جنيه. انا جايباها ب13 ونص. طبعا انا جايبة لسان عصفور، جبت 5 كده عشان خاطر رمضان. انا بحتاج لسان العصفور ده كتير في رمضان، طبعا الشوربة بتاعت وقت الفطار بالنسبة لنا في البيت اهم من الاكل نفسه، فعشان كده جبت الكمية دي. طبعا دي كيلو بقى، ابني شبط فيها، هو بيحب الشكل ده فجبتها، قلت مش مشكلة. تمام، آه دي كده عاملة 25. دي عاملة 25 جنيه. جبت الشكل ده اللي ابني شبط فيه، هو خدها حطها في العربية، فانا مرضتش احرجه، قلت له حاضر يا حبيبي. وفي الشكل ده برضو ب25 جنيه. طبعا المكرونة لا غنى عنها طبعا في اي بيت، وخصوصا في وقت الازمات والانجاز بقى بتنجز معانا. طبعا بما اننا رحنا فتح الله يبقى مقرمشات طبيعي يعني. دي ابني شبط فيها برضو اللي هو كورن فليكس السايب. فده عامل 5 جنيه و30 قرش. انا جبت له حبة صغيرة خالص، لان انا مش بحب اجيب الكورن فليكس خصوصا الملون ده، وخصوصا لو سايب بحب اللي هو يكون حاجة مغلفة احسن. وطبعا جبت مقرمشات. دي انا بعودهم بجيب نوع او نوعين مقرمشات، ما بجيبش حاجات كتير. النوع ده عامل 16 جنيه، شكل كده جديد. وهي دي اللي بجيبها خلال الشهر، ما بجيبش تاني بقى، عشان الحاجات دي برضو بيتقال ان هي مضرة. ودي كده ب15 ونص. دي بريتسو كده بتبقى حلوة يعني. تمام، بس فده كده شوية مقرمشات بسيطة وسعرها معقول يعني تعملها في حدود 40 41 جنيه. فحبة دلع مفيش مشكلة. وجبت بقى بما اننا في قسم العطارة، جبت ده اللي هو الحمص بتاع الاكل. ده عامل 7 جنيه ونص. ماشي، نيجي بقى لاخر حاجة. طبعا بما اني رحت فتح الله فلازم اجيب الجلي. ده الطبيعي بتاع ابني، رحتي فتح الله يبقى نجيب جلي. فالباكت ده كان عليه عرض، لقيته 36 ناقص 4 ونص. 36 ونص ناقص 4 ونص، يعني هيعمل 32 جنيه. هيعمل 32 جنيه، فيه وفر 4 جنيه بس. تمام، طبعا الشتاء
والبرد والجيوب الأنفية وكل الحاجات الحلوة دي. جايبين معانا كركديه، وجايبين ينسون، وجايبين ينسون بالليمون عشان كان عندنا بدايات برد وكده، فاخويا قال لي عليه ده حلو قوي ومفيد للبرد، فحلو هطلعه استخدمه. طبعا انا جايبه اللي هي العلبه الكبيره عشان خاطر تقعد معايا فتره، لان انا مش بروح فتح الله باستمرار. انا زي ما انتم شايفين من اخر زياره ليا لفتح الله انا ما روحتش تاني، فبروح كل كام شهر كده مره، يعني كتغيير وكفسحه وكده. الكركديه ده عامل 52 جنيه بس، 50 فتلة ب52 جنيه. تمام. ونفس الكلام برضو اليانسون عامل 52 جنيه. اخر حاجة بقى اللي هو في اللي هو اليانسون اللي هو بالليمون ده 25 جنيه، يعني ده 20 فتلة ب25 جنيه، وال50 فتلة ب52. فطبعا لما تشتري ال50 بما انك بتحتاجي مشروبات سخنة كتير في الشتاء بالذات فيبقى اوفر. في الكبير خالص اوفر، بس انا بصراحة بحس الحاجة لما بتقعد فترة اطول طعمها بيغير، ممكن تلقط كده، فهو ده وسط كده معقول. بس كده، ودي كانت مشترياتنا. وطبعا انا جبت جبنة تركي، فتح الله يعني جبنة تركي. تمام. جبنة تركي بصراحة يعني عاملة 255، الرومي القديم الكيلو ب255. طبعا بتبقى حسب الوزن، فانا جبت 5 كده يبقى معايا خلال الشهر كله. ال5 دول بيقعدوا معايا الشهر كله، كل واحدة بقى ووزنها معايا. بس كده زي ما انتم شايفين احنا خلصنا الفيديو بتاعنا. لو عجبكم الفيديو ما تنسوش تدعمونا بلايك وشير وكومنت، وقولوا لنا ايه رأيكم في العروض دي والحاجات اللي انا اشتريتها. هل هي حلوة ولا ملهاش لازمة وتفاهات؟ ما اعتقدش ان هي تفاهات والله، بس يعني رأيكم يهمني برضه. واشوفكم في حلقة جديدة من حلقات قناتنا افتكاسات البيت المصري. سلام.